السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة عمل باب الشقة. وطبعا الباب اللي هنعمله فيه تفاصيل كتيرة، فمحتاجة منك يا كبير التركيز علشان المعلومة توصلك صحيح. الكلام ده طبعا للهاوي أو المبتدئ، ولو بتحب النجارة خليك معانا نتشرف بيك. نبدأ على بركة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الخشب اللي هنشتغل بيه ده النوع بتاعه اسمه موسكي، تخانة 5 سنتي في عرض 10 سنتي. طبعا بعد ما نصفيه بيبقى 4 سنتي ونص في عرض 9 سنتي ونص. بعد ما كتبنا الجوايم بتاعتنا على المقاس الباب سواء ارتفاع 20 او مترين 25، فبنبدأ نجمعه في الروس بتاعتنا. وزي ما انت شفت الراس عرضها 20 سنتي، فبنبدأ نجمعها في الشاسيه اللي هو الباب. شاسيه الباب اللي هو عبارة عن 2 جايم وتلات رؤوس زي ما انتم شايفين. وبنبدأ ناخد برضو الدوران الراس اللي فوق، بناخدها دوران كده عشان تدي معانا شكل للباب. وبنجمع الباب كده على هيئة شاسيه عشان خاطر نبدأ ناخد الحشوية بتاعتنا. وجينا دلوقتي لمرحلة الحشوية بتاعتنا فيها جيم الدخول في المفحار اللي احنا عملناه. فاحنا بنبدأ نعلمه على الرؤوس وعلى الجوانب زي ما انتم شايفين، وبنبدأ ناخد المجاز بتاعنا اللي هو الصافي. طيب الحشوية بتاعتنا ايه؟ الحشوية بتاعتنا كونتر طبقات، تخانة 10 مللي. فبنبدأ نفك الباب عشان نعلم الحشوة بتاعتنا مظبوط. بعد ما فكينا الباب بتاعنا نبدأ نعلم الراس الفوق في الحشوة بتاعتنا، وبنبدأ نأكد عليها بالمتر زي ما انتم شايفين عشان خاطر المجاز بتاعنا يبقى مظبوط 100%. وباستخدام الاركتة نبدأ نطلع الدوران. كده تمام. هنبدأ دلوقتي نسقط الحشوة بتاعتنا اهو في الداخل. دي الحشوة اللي تحت، ودي الحشوة اللي فوق اللي فيها الدوران. وبننزل عليها كده بالجايم كده ونقفل الشغل بتاعنا تمام التمام. بنيجي لمرحلة التخزين. التخزين ده ان احنا بنجمع الباب على جمط او زراجيل، وبنبدأ ببنط 10 كده نخوش للمسامير دي. المسامير دي مسامير خشب انت بتعملها عشان خاطر تمسك معاك الباب تمام التمام، ونفس اللي زي ما انت شفت الاسافير كده. خلصنا الباب. هنبدأ دلوقتي لمرحلة ان احنا نعمل شكل عليه. دي اسمها سواري او جوايم كده احنا بنحطها في النص عشان خاطر تدي معانا شكل. طبعا في بيبان كده بتبقى حشاوي بتبقى نجر ولسان الحاد، فانا عملتها كونتر عشان خاطر تسهل عليا وتخليني اعمل الشكل اللي انا عايزه. فبصراحه الكونتر بصراحه سهل معايا حاجات كتيره، وبيخليني ممكن اعمل الشكل اللي انا عايزه على على الباب بعد ما اجمع طبعا الشاسيه بتاعي. بس كل اللي محتاجه منك ان انت تنزل كده زي ما انت شايف الخشب او السير بتاعك ينزل يعني تسمع صوته كده وهو نازل عشان خاطر يمسك معاك والشغل ما يفسش بعد كده. وهبدأ برضو نفس الكلام. هاخد 2 ساري كده في النص، في نص الحشوة اللي فوق، او قطعتين خشب في نص الحشوة اللي فوق، بأكد عليهم بالمتر. وبرضو بأكد عليهم برضو نفس الكلام باللقطة اللي معايا. وزي ما انتم شايفين كده انا ببدأ ايه اخد في الجص غيرة عشان خاطر ايه الساري يمسك معايا. وبأكد عليه بالزاوية. وبعد كده ببدأ أصمم بمسمار صنار 3. بعد ما صنفرت الباب طبعا الصاروخ ليه كده شرايب وليه حاجات كده دوائر، ببدأ بالدبابة كده الترددي، ببدأ أصنفر الباب بتاعي عشان ينعم معايا ويشيل كل حركة في الباب. احنا وصلنا كده لمرحلة الحيلية أو الصنارة اللي هتركب على الحشاوة بتاعتنا أو على المربعات اللي احنا عاملينها في الباب. دي احنا عاملينها تخانة 19 في عرض 3 سنتي. وبنبدأ نفرزها زي ما انتم شايفين كده على الرابو قيمة النزول بتاعتها. انا هحاول دلوقتي اركز معايا، احاول اوضحها لك اكتر. دي بص قيمه النزول اهو. اهو دي قيمه النزول كده مظبوط قدامك، يا رب تكون واضحه اهو. وهنبدا دلوقتي الحروف بتاعتها بنبدا نكسرها على اللوتر عشان خاطر ما تبقاش حاده.
وبكده احنا يكون خلصنا الشكل اللي احنا عايزينه، هو الشكل الحلو اللي احنا شفناها دي. طبعا الشكل الدائري زي ما انتم شايفين، وهنبدأ نركب السواري بتاعتنا او الحلة بتاعتنا على الباب. طبعا انا عملت الدوران ده طبعا عشان خاطر وقت الفيديو، فانا ما قدرتش معلش ان انا اعمل ان انا اوضح اكتر. فلو مش واضح عليك اكتب لي في تعليق، وانا ان شاء الله كده ايه احاول اوضح لك المعلومه. بعد ما خلصنا البسطوم هنبدأ نركب الصنارة بتاعتنا او الحيلة بتاعتنا على ديل الزاوية وزاوية 45. بنبدأ كده بالغيرة، بنغري فوق وتحت وفي الفريز وفي الجص طبعا عشان خاطر يبدأ كل الشغل يمسك في بعضيه. تجي الغيرة براحتك، لأن الغيرة ده أهم حاجة في الموضوع كله. ولو في حاجة طارت منك كده ولا كده فأنت ممكن تمسح بسفنجة كده بشوية مية. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، تبدا تمسح بسفنجه بشويه ميه، لان اهم حاجه طبعا الغيره. لو عندك باب قديم وحابب ان انت تغير شكله، فانا عامل فيديو قبل كده ان انا هسيبه لك في صندوق الوصف. لو انت عندك باب قديم فانت ممكن تغيره بالوش ده. وطبعا عملنا الباب التجليد اللي هو الكابس قبل كده، فانا هسيب لك برضو الفيديو او اللينك في صندوق الوصف، فانت تخش يا كبير تبص بصه، وان شاء الله تستفاد ولف لك كده لفه في القناه، علشان في فيديوهات كتيرة ان شاء الله ممكن تستفاد منها. فاحنا هو نبدأ نخلص الصنارة بتاعتنا او الحلية بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفين ده. نبدأ نغري كل صنارة على ايه ابوها، وبس فين زي ما انتوا شايفين بنبدأ نمسح الغلاف بتاعنا. خلصنا بنأكد عليهم بالمسمار شيشة 3 كده اهو زي ما انتوا شايفين. وصلنا للمرحلة ايه، مرحلة الفينش النهائية دي، ان احنا جبنا فايبر 8 مللي قشرة ونبدأ نركبه على الكونتر بتاعنا. طبعا انطلاقة 2 سم داير ما يدور عشان خاطر انا ما توهش، فانا خدت قطعة خشب عشان خاطر تديني الانطلاقة كلها داير ما يدور. وبدأت علمت الدوران وابدأ بركبت اقطع. طبعا بنكسر سمك الفايبر الداير بتاعه كلها، بنكسرها كده على اللوتر وبنبدأ ايه نركبها. بنبدأ نغري وبناخد كل قطعة مكانها زي ما انتم شايفين اهو باللقطة بتاعتنا، وبأكد عليها. وبعد كده ببدأ أشتغل بالمسمار بتاعي. وزي ما عملنا أول قطعتين هنبدأ نعمل كل القطع زي ما انتم شايفين كده بنفس الانطلاقة وبنفس الشغل اللي احنا عملناه في الأول. طبعا مش هوصيك باللايك والشير يا كبير، ولو أول مرة تشوف قناتنا فتقدر دلوقتي تنزل تعمل اشتراك للقناة، وطبعا ده شيء يشرفنا. ودي طبعا طريقة للباب الحشو. طبعا في كذا طريقة انت ممكن تشوفها قدامك او ممكن تكون حصلت قدامك. فانا شايف الطريقة دي انا اللي انا جمعت بيها، بصراحة انا جمعت بيها شغل كتير زي كده، فطريقة جميلة بصراحة. فانت لو عندك اي معلومة تانية او اي حاجة تفيدها بينا، استفاد انا بيها الاول او تفيد الكل بيها، فانا مفيش مشاكل اكتبها في تعليق، وكلنا نفيد بعضينا باذن الله. طبعا دي القناة دي قناتكم مش قناتنا بس، قناة الجميع، فاحنا كلنا اخوات. ويا رب يكون قدمت المعلومة ليكم بالطريقة الصحيحة، او اكون قدمتها صح عشان خاطر اقدر افيد حد او حد استفاد من الفيديو ده. طبعا بحته الصنفرة وبدأت اروج على الشغل بتاعه بالايه وبالمبرد. وده بسم الله ما شاء الله الضرفة بتاعتنا، هو الباب اللي احنا عملناه زي ما انتم شايفين. حاجة بسم الله ما شاء الله اهو، ربنا يبارك لاصحابها ايه. فحاجة بصراحة شكل وديكور، وبصراحة حتة خشبة نظيفة. فالخشب لو نظيف هيطلع معاك شغل نظيف. إلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.